ورؤساء جهات المغرب. فما هي دوافع المغاربة للتصويت؟ صوتا نعم سيدي من اجل متابعه هذا الاصلاح اللي بداوا لنا ان شاء الله هذه الحكومه، وهاد الناس كنتمنوا فيهم خير ان شاء الله كثير. صوت لصالح البلاد باش تكون كل شيء الحمد لله بخير وعلى خير. كنتمنى من هاد المسؤولين وهاد المرشحين يديوها شويه في الطبقه العامله، لان الطبقه العامله مهضومه من جميع الحقوق. واجب علينا نصوتوا ونختاروا المرشح اللي يمثلنا ان شاء الله في السنوات القادمه. في محليات سبتمبر يتنافس أكثر من 130 ألف مرشح من 30 حزبا سياسيا على أكثر من 30 ألف مقعد ما بين المحليات والجهويات. كاين الناخبين كيتوافدوا بشكل ممتاز، تيتفاهموا، كنلاحظوا بان كاين وعي في امور غادا مزيانه. اجواء مزيانه، ممثل الاحزاب تشوفوهم، كل شيء كاين هنا، كل شيء مزيان، النسبه هي مزيانه، الحمد لله الامور على ما يرام مزيانه. المغرب يراهن في هذه الانتخابات وفق المراقبين على مواصلة إصلاحات ما بعد الربيع المغربي الناعم. من جديد يحتكم المغاربة للصناديق لانتخاب من سيمثلهم بشكل مباشر في المجالس القروية وفي المدن وفي الجهات، وهي أول انتخابات محلية وجهوية بعد دستور عام 2011. عادل الزبيري، العربية، من داخل أحد مراكز تصويت